هل بدأت قناتك على يوتيوب بحماس، لكن الأرباح لا تأتي كما توقعت؟ تنشر الفيديوهات بانتظام، وتحاول تقديم محتوى قوي، ومع ذلك لا تزال الأرباح ضعيفة أو حتى غير موجودة. إذن، لماذا لا تحقق قناتك أرباحاً؟ في هذه الحلقة سأوضح لك الأخطاء التي قد تكون السبب في تراجع نجاحك على يوتيوب دون أن تدرك ذلك. قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدني لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. وإذا أعجبك الفيديو، اضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعد القناة على الوصول إلى جمهور أكبر. أحد الأسباب الرئيسية قد يكون أن محتوى قناتك غير مناسب لتحقيق الربح. ليست كل المواضيع تجذب الإعلانات ذات العائد المرتفع، فخوارزميات يوتيوب تحدد قيمة الإعلانات بناء على نوع المحتوى والجمهور المستهدف. إذا كنت تقدم محتوى ترفيهيا بسيطا، فقد تكون قيمة الإعلانات عليه أقل بكثير مقارنة بالمحتوى التعليمي، التقني، أو المالي. لذا، عليك مراجعة طبيعة المحتوى الذي تقدمه، والتأكد من أنه يجذب المعلنين. سبب آخر قد يكون ضعف وقت المشاهدة. يوتيوب يهتم بمدة بقاء المشاهد على الفيديو، فإذا خرج المشاهدون بسرعة، فذلك يؤثر سلباً على مدى انتشار فيديوهاتك. عليك العمل على جعل الفيديو أكثر تشويقاً من البداية إلى النهاية، وذلك باستخدام مونتاج سريع، وانتقالات جذابة، وطرح أسئلة تحفز المشاهدين على إكمال الفيديو. قد تحصل على مشاهدات جيدة، ولكنك لا تطبق استراتيجيات صحيحة لتحويل المشاهدين إلى مشتركين. كلما زاد عدد المشتركين المتفاعلين، زادت فرص يوتيوب في ترشيح قناتك لمزيد من الجمهور، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح. لذا، احرص دائما على دعوة المشاهدين للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتفاعل معهم في التعليقات لتشعرهم بأنهم جزء من مجتمع القناة. أحد أكثر الأخطاء شيوعا هو عدم استخدام الكلمات المفتاحية بشكل صحيح. إذا لم يكن عنوان الفيديو، الوصف، والوسم محسنة جيدا، فقد لا يصل الفيديو إلى عدد كبير من المشاهدين. استخدم كلمات مفتاحية رائجة، واحرص على أن يكون العنوان جذابا ويوضح فكرة الفيديو بوضوح، دون أن يكون مضللا. كذلك، يجب أن تهتم بالصورة المصغرة، فهي أول ما يجذب انتباه المشاهد. إذا كانت الصورة مملة أو غير واضحة، فقد لا ينقر المشاهد على الفيديو، حتى لو كان المحتوى قويا. وأخيرا، قد تكون المشكلة أن قناتك لم تستوفي بعض شروط تحقيق الربح، مثل الوصول إلى 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. إذا لم تحقق هذه الشروط بعد، فركز على رفع الفيديوهات بانتظام وتحسين المحتوى، لأن الاستمرارية هي مفتاح النجاح على يوتيوب. أخبرني في التعليقات ما هي أكبر مشكلة تواجهك مع قناتك. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، حتى نستمر معا في سلسلة